السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين أجمل بيتزا؟ بصراحة ما خدتش معانا وقت. عملت 2 بالليل وواحدة الصبح. بالليل 2 اتعشينا بيهم، والصبح خدتهم معانا في الكنترول. فأنا بقطع لكم دي بتاعة الصبح. ايه رأيكم؟ هقطعها وهقدمها لكم هنا ووريها لكم، علشان هاخدها ومعايا راحة الكنترول انا وحبايبي هناكلها مع بعض. يعني انا كل خاماتها موجودة في البيت، ما جبتش حاجة من بره خالص. الدقيق في البيت، البيض في البيت، الجبنة الموتزاريلا كانت في البيت. فطلعت معايا كده ان انا اتعشى موتزا، اسمه ده بيتزا. حتى الفراخ كانت موجودة في البيت يا بنات والله. يعني الحمد لله الحمد لله، ما كانتش في حاجة من بره. يمكن الجبنة الموتزاريلا ما كفتش، فخليت محمود جاب لي كيس صغير بسيط كده يعني. لكن شوية دقيق في البيت، كل حاجة الحمد لله كانت في البيت. والله حتى الزيتون يا بنات اللي أنا حطاه في الجبنة الموتزاريلا في البيت. يلا كده، اللي بيحب الأبلة انتصار ويضع لها كده لايك كده حلو كده زيكم كده اهو. ويا ريت كده اللي داخل على القناة أول مرة، يا ريت كده ايه يعمل اشتراك علشان يوصل له كل شعير. وعايزة ايه تعليق كده منشط كده ويشجعني ايه بكلمة حلوة كده. عايزة كلمة محفزة جميلة كده. ويا ريت الفيديو ده يوصل لمجموعة كبيرة من اللايكات، علشان ايه؟ عشان ياخد مشاهدات حلوة وخلينا كده يوصل للناس الكتير من حبايبنا. يعني ما تحطيش ايدك على خدك كده وكده وايه، وارزعينا كده لايك حلو كده جميل كده زيكم. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه وانا بقطعها؟ خفيفه وحلوه وجميله. اللي بقطعها لكم دي اللي هي كانت في الصبح. طبعا انا رايحه الكنترول كنت الساعه 9 كده ولا حاجه، 9 9 ونص. فقلت ايه، اقطع لهم ده واخده معايا ليهم يعني، بس غير اللي احنا تعشينا بيه. فيلا بينا كده مع بعض نروح ونشوف ايه المقادير، وايه الطلبات اللي عايزينها، وايه اللي عملته انتصار. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ ايه رأيكم؟ ما تقولي لي ايه رأيكم. يعني انا بحسكمش متابعيني، انا بحسكم عيلتي الكبيرة، حبايبي، حياتي. يعني انا صح ما بعملش روتينات، لكن لو عايزين روتينات انا ممكن والله اعمل لكم يعني. لو انت بتحب الروتينات يعني قولوا لي ايه رأيكم. اللي بيحب الروتين يقول لي، اللي ما بيحبش الروتين يقول لي خليكي زي ما انت. فنفسي نفسي تردوا عليا وتعلقوا لي وتقولوا لي. ولو عايزين يوم مباشر مع بعض قولوا لي نحدد يوم مع بعض. أه. ده انا حبيت بس اظبط الكاميرا واشوف ان هي ايه بتصور ولا لا، لان كتير ببقى بصور واخاف ان الكاميرا ما تبقاش ايه مظبوطة على المكونات او الوجبة اللي احنا عاملينها. وانا واقفة اشوفها، اصل بصراحة كنت جعانة يا بنات. كنت رايحة الكنترول في الظهر وما فطرتش وقلت اعملها بسرعة. يلا بينا ايه نخش على الطريقة. هنا انا عندي ايه يا بنات؟ عندي ميس من اللي انا عملته بتاع السمنة البلدي، اللي انا الزبدة يعني. فدول قلت اعجن بها بيتزا، استغلها واعمل بها بيتزا. وعندنا ادي شوية ملح في البيت، ماشي. وعندنا ايه تاني؟ وعندنا الدقيق، وعندنا الجبنة الموتزاريلا، وعندنا زيت، هنحط شوية زيت. اهي هنحط ايه، عيار كوباية زيت. وهنحط بيضة واحدة. كفاية بيضة يا بنات، ما يعني انا اصل اللي هعملهم كلهم يمكن حوالي يمكن 8 كوبايات دقيق يعني. ودي مع كوباية حاطة فيها الكوباية دي، حاطة فيها خميرة بيرة، وحاطة مية دافية، وحاطة معلقة سكر وإيه وركنتها لغاية ما خمرت. فحطيت اللي هي السوائل كلها، اللي هي البيض مع سنة سكر مع شوية ملح صغيرين،
مع اللي هي كوباية الزيت او كوباية ونص زي ما انت عايزة، واقلبهم في الايه في العجان لغاية ما تدوب معايا خالص 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 في العجان. شايفين؟ طبعا هحط الدقيق دول 8 كوبايات، يعني في حدود كوباية، قصدي كيلو او كيلو وربع، يعني في حدود زي كده متهيألي، يعني عملتهم كيلو ربع. انا زي ما تقولي كان عندي شوية دقيق فينو على حبة بلدي وحطيتهم على بعض. يعني انا مش هضحك عليكم واقول لكم ان انا حطيت دقيق فينو خالص، لا، حطيت دقيق فينو على دقيق بلدي. قلت اوفر لان الدنيا غالية، وكان كيلو الدقيق الفينو دلوقتي وصل ل25، وبعد ساعات في ناس كمان بتقول لي 30. فبصراحة أنا كان نص كيلو دقيق فينو موجود عندي، حطيت عليه كيلو تاني بلدي، فادتني نتيجة جميلة بصراحة. يعني لو عايزة تعملي بلدي اعملي اللي هم البلد النظيف، يعني مش البلدي اللي هو البلد النظيف أو قمح، يعني بيبقى جميل كمان، روعة روعة الخبيث في القمح بيدي إنتاج جميل بصراحة. أنا حطيتهم على بعض وحطيت الدقيق وقلت أعمله في العجانة يعني. فأنا محضرة كل حاجة. أنا كمان عندي نص فرخة بس، يعني الصدرين بس، يعني قصدي مش صدرين، يعني الصدر واحد للفرخة، نص الفرخة كلها الصدر هي اللي عندي. فهنشوف مع بعض، نستنوا كده ونشوف ايه اللي هيحصل مع انتصار، وهنشوف ايه اللي هتعمله. بس ان احنا بنعجن البيتزا. لا، هنعجن البيتزا ونغطيها ونسيبها تخمر في الطبق. بس انا بصراحة هعمل في المدة اللي هي تخمر فيها، هعمل عصاج الفراخ. يعني ما نجريش الفيديو ونشوفه مع بعض ايه اللي هنعمله. انا حبيت اقرب لكم العجان عشان يبان التصوير بتاعه. لاني انا حاطه، لان هي العجان دي فيها غطا ازاز علشان ما تعملش اي تطاير للدقيق يعني. فانا حطيت الحاجه وبعجن بالعجان من ساعه ما جبته، الحمد لله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. انا مريحني. هو عين خدته واتكسرت اللي هي المضرب السلك بتاعه، بس الحمد لله لحمناه، الحمد لله. وان شاء الله برضو واحنا برضو هنعمل بيه كيكة او اي حاجة يعني. هنعمل بيها كيكة ونعملها قدامكم ان شاء الله. بس يعني كان عندي برضو الكف بي بيأدي الغرض، يعني اللي هما 3، قلنا السلك والكف، وده اللي هو الخطاف اللي هو اللي بيعجن العجين التقيل. انا هبدأ الف فيه في الطبق كده اهو، هلفه كده والم فيه علشان احطه في طبق تاني واغطيه بفوطة او بلاستيكاية او كيس بلاستيك، واحطه في طبق علشان يخمر. انا حسيت ان هو عايز دقيق تاني. معلش لو مؤاخذة يا بنات، الدنيا شتا والواحد تعبان، فانا بحاول الم فيه، قلت اشوفه يعني. فحاسه ان هو لسه بيلزق، فهحط عليه شويه دقيق تاني وهحطه في العجان علشان يتعجنه. بس انا بعد كده اهي لا حط يعني الحته دي، انا مرضيش اطول عليكم الفيديو بصراحه عشان ما بحبش اضايقكم وابقى ضيفه تقيله عليكم. فانا لفيته بالدقيق وبعد كده حطيته في الطبق عشان اشيل العجان ويبقى عندي مساحة للمطبخ ان انا اروق، لاني انا عندي الرخامة مش كبيرة يا بنات. والله بتمنى انه يدعوا لي يوسع رزقي، ان انا ان شاء الله كده اكبر المطبخ ان شاء الله. والله نفسي اكبره علشان التصوير والقناة. بس الواحد لو وسعت عليه ربنا ان شاء الله ويكرمنا ربنا ان انا اوسع حق جهنم، يا رب يا رب كرمني بتوسيع يا رب واقدر ان انا اعمله. ادعوا لي. يلا كده بينا نعمل العصاج. هنجيب بصلة او بصلتين، يعني انا بصراحة في دي جبت بصلتين.
قلت كل ما البصلة ما بتبقى كبيرة وحلوة بتبقى بصراحة أجمل وبتدي طعم. أنا الفرخة اللي هي نص الصدر قطعتها وهضربها في الكبة. وهضربها ايه في الكبة. يعني بفرم حاجة في بيتي، يعني غير لو في لحمة ولا أي حاجة دي ايه بخليها ايه افرمها برا يعني. لكن لو عندي لحمة أنا زيادة وأحط عليها أي حاجة ممكن أنا أفرمها الحمد لله في الكبة، يعني حسب الظروف والله لما بتيجي معايا يعني، هي وظروفها يعني. لو أنا عندي لحمة زيادة ولا حاجة هي مع حبة الدهنة ممكن أنا بضربها في الكبة. جاب ابني يعني لحمة مفرومة آخر تمام. ما يجراش حاجة لأن اللحمة مش مفرومة، محبش اللحمة المفرومة الجاهزة. إن أنا بفرمها في يعني عند الفرام، يعني بعد ما أقطع اللحمة بفرمها عند الراجل الجزار يعني. يعني إذا في جزارين ما ياخدوش عليها فلوس وفي جزارين ياخد عليها 10 جنيه، ده الكلام ده في زمان يعني. أنا دلوقتي ما أعرفش وصلت لإيه. يعني الناس تقول لك اللحمة 2 كي ب240 250. يعني لسه ادي هي دي الفراخ دي، انا دي اللي انتوا شايفينها بعد ما البصلة ما بدأت تتحمر. دي الفراخ حطيتها على ايه، على البصلة يعني. طبعا وهحضر خضرة وهحضر فلفل اخضر. برضو انا من طبيعتي بحب الفلفل الاخضر او الاحمر والخضرة اللي هو الكزبرة الخضراء او الشبت في اي عصاج يا بنات، يعني بيدي طعم وجمال يعني. بحبها في العصاج جدا. لو هتعملي بطاطس باللحمة المفرومة برضو بعملها باللحمة مفرومة بالفراخ المفرومة أي حاجة. بحب الخضروات بتدي طعم وجمال يعني بصراحة. هنحط بقى أنواع من التوابل مع بعض. هحط مع بعض ملح، هحط البهارات الفراخ طبعا عشان دي فراخ. هحط شوية بابريكا بسيطة صغننة عشان أنا بحب البابريكا. دي طبعا أنا وأنا شغالة كده أقلب وأقلب فيها لقيت هتفتول معايا بصراحة الحتة دي، يعني خدوا بالكم. الفراخ عشان أنا فرمها في البيت هتفتول معايا كده، تلكك معايا. هسيبها تلف معايا وبعد كده بصراحة هعمل ايه، هجيب بعد ما احسها خدت واتشمعت كده انا هروح امسكها واحطها في الكبة عشان تتفتول معايا وتدي حتت حتت مفتولة حتة بتاع دي. انا ضربتها في اللحظة اللي انتوا شايفينها دي، ضربتها انا حسيتها يعني اللوكة كبيرة كده، فما حسيتش اني ارتحت فحطيتها في الكبة وضربتها. وبعد كده جبت الخضرة اللي انتوا شايفينها دي، الخضرة مع الفلفل الاخضر وكنت ضربهم برضو في الكبة وحطيتها عليها طبعا. وكل انواع الحياء اللي انا بحبه، من ورق لوري، من كزبرة، من فلفل اسود، من كل انواع. كل ما انتي ما تحطي بهارات جميلة في الاكل كل ما يديك الاكل جمال وطعامة وحلاوة. اهو احنا كده حاطين حاطة البيتزا، عجينة البيتزا جنبي. جنب يعني انتوا لو واخدين بالكم دي صينية اللي هي جنب في العين اهي ناحية يدك اليمين دي. حاطة ايه عجينة البيتزا جنب النار علشان ايه تخمر بسرعة. هي مش هتاخد وقت لغاية ما انا اعمل العصاج ولما الم المطبخ وده كله هبص الاقيها ايه خمرت. يعني انا خمرت مرتين وكل شوية افش فيها. ليه؟ علشان هي محطوطة في طبق سيليستين مش كبير جدا، فحبيت ان هي الخمرة بتاعتها يبقى زايد وحلو يعني. فبغيبه ايه وافش الخمر. يلا كده يلا قاعدين وحاطين يدكم على خطكم كده، نوريني بصباعك الحلو كده ورزعيني لايك جميل. يلا كده. اللي وصلت لغاية هنا احب اشكرها واقول لها الف شكر انك انتي وصلتي للفيديو لحد هذا اللحظة. ويا ريت كده اللي داخل أول مرة على القناة يا ريت كده يدوس على زرار الجرس وينورني كده ويعمل كلمة الكل كده، يعني دوس على الزرار الأحمر ويعمل لي كلمة الكل علشان ايه يوصل له كل فيديوهاتي. واللي أول مرة برضو نورني وأول مرة أشوف قناتي، أنا انتصار عرفة من صعيد مصر، من سوهاج، مركز البلينة، قرية برديس. فيا ريت كده ايه كل داخل يقول لي هو من فين وبيتابعني من فين.
يعني اللي من سوريا، اللي من السعودية، اللي من لبنان يقول لي هو من فين. يا ريت يا ريت يا ريت. واللي بيتابعني يا ريت يتابع قناتي دايما وما يسيبهاش ابدا. يعني واللي عايز اي حاجة يقول لي عليها. انا بصراحة بحبكم جدا جدا، لان انتوا حبايبي في الدين الاسلامي، وحبايبي المسيحيين برضو، وانا ماليش غيركم. يا رب ما اكونش مضايقاكم، وما اكونش ضيفة تقيلة، واكون عند حسن ظنكم. والله اللي انتوا شايفينها دي وكتاب الله ما بكدب عليكم، دي نص فرخة، نص فرخة صدر فرمتها انا على الكبة. طبعا البصلة مع الخضرة مع الفلفل مع البهارات زودتهم. دول هيعملوا 3 بيتزات، 2 هنتعشى بيهم بالليل، وواحدة ان شاء الله شايفين خمرت ازاي، وواحدة هاخدها معايا الشغل لحبايبي واصحابي الغاليين. شايفين الجمال. انا بحاول افشها تاني عشان تخمر تاني يا بنات، عشان تبقى الخمرة بتاعتها حلوة يعني، ما تبقاش قليلة، لان الطبق صغير شوية. فاديني غطيته اهو قدامكم شايفينه، اهو غطيته اهو. طبعا طفيت العين بتاعت البوتاجاز على العصاج، وهنروحوا نقطع في الزيتون. يلا بينا. انا قطعت الزيتون يا بنات عشان الوقت ما يضيعش. والله عندي الزيتون الاسود انا اللي عاملاه في البيت، مع تخليل الزيتون الاخضر مع الزيتون، وانا عملته قبل كده، وهتشوفوه على القناة، ان شاء الله. لو بحثتوا في قائمة التشغيل بتاعة الحفظ هتشوفوه. فاحنا قسمتهم دلوقتي الى 3. البيتزا حطيت 2 في كل واحدة في واحدة، يعني قسمتهم 3. ادي دي واحدة، وادي قدامكم واحدة. والتالتة سبتها في كيس وحطيتها في التلاجة للصبح، وعلى اذان الفجر ان شاء الله اطلعها، وفي الصبح اعملها. يعني هي مش بتاخد وقت، هي بدل ما خمرانة والعصاج جاهز، والجبنة الموتزاريلا موجودة، والزيتون مقطعاه، انا مش هتاخد وقت معايا ابدا. الحمد لله يعني. غير اللي انا اذا اصلا قلبي حامي يعني، فتلاقي الحاجة بحطها في الفريزر. لو عملت حاجة ممكن اخلي حاجة لوقت تاني، يعني لأي ظروف ما يعني. بس جيت انا اعملها بالفرادة دي بتاعة الفطير، ما لقيتش تاخد معايا راحة، فقلت هعملها على يدي، يعني ادبدب بيها على يدي عشان اخد راحتي. طبعا انا زي ما بقول لكم، انا يدي نظيفة جدا جدا الحمد لله. وانا ما بحبش لبس الكراف اللي هي الجوانتي خالص، لاني مع الحياة الغالية اللي احنا شايفينها دي، انا اروح اجيب لي جوانتات ولا اجيب لي بتاع دي عشان ناكل. فانا بصراحة بدل ما حاجة بتاعتي انا في البيت، انا بعمل حاجتي بيدي يعني. ما انا يدي نظيفة دايما اول باول يعني. اهي شوفوا كده يدي بتخليها بتفردها زي لكن الفطيرة برضو، وبديها في الجناب كده الاطراف بتاعة الصينية، علشان لما احط الحشو ما يخرجش من الجناب. في ناس تلفها في الجناب كده شوية، لو زودت فوق وتلفها في الجناب كده وتديلها تطفيرة. فطبعا انا ما حبيتش، لان انا لو عملنا الطريقة دي الاولاد بيسيبوا الجنب اللي هو ما فيهوش حشو وما بياكلوهوش. فانا بحب ان هم ياكلوها كلها وما يسيبوش اي حاجة حرام. بس فبحاول بأظبطها انا معاكم اهي. شايفين واحدة كده مع بعض، وهنظبطوها مع بعض. ايه رأيكم؟ طبعا والله دي عجينة بلدي على دقيق فينو، يعني دي بلدي على دقيق فينو، مش فينو خالص يعني. ليه؟ علشان ما يبقاش فيها عرق ويضايقني في الفرد. ده على كده وتعبان يعني. اهي هي لو سبتها انا 5 دقايق ولا حاجة هتتفرد معايا بسهولة. بس زي ما تقولوا هم كانوا مستعجلين عن العشاء، وكان يوم جمعة زي كده. فكان محمود قال لي انا ما اتغديتش، فعايزه اتعشى يا ست الكل من البيتزا اللي انت عاملاها. قلت له من عينيا. فطبعا انا لغايه ما خمرت وعملت على الساعه 8 كده بالليل، رحت حطاها في الفرن. وما خدتش وقت، يعني ما خدتش اكتر من 10 دقايق في الفرن.
اهي دي فردتها، دي هنفرد التانية برضو مع بعض. دول اللي انا بقول لكم عليهم عملتهم بالليل. اللي انا وريتها لكم دي في بداية الفيديو دي كنت عاملاها انا في الصبح وحضرتها في الصبح. يعني كانت البيتزا خمرانة بتاعت بالليل، كل حاجة جاهزة، فيش غير اللي انا فردت العجينة وحطيت عليها الحشو وايه، وحطيتها في الفرن بس على طول. وطبعا حطيتها في كيس وفي طبق اللي هي جايباه بلاستيك بتاعت الافراح او الاكل الجاهز، وخدتها معايا. دول اتعشينا بيها بالليل دول. وعلى فكرة في اليوم ده برضو انا كنت متهيألي، مش عارفة كنت عاملة كيكة ولا ايه يعني، متهيألي، فبس ما صورتهاش يعني. في مرة هعمل لكم برضو كيكة وهزوقها لكم ان شاء الله، وهزوقها لكم بمشيئة الله. هي لحد دلوقتي انا مش عارفة اعمل الاحتفال بتاع القناة. هل هيكون لي نصيب ان انا اسافر السعودية واعملها هناك، ولا اعملها هنا، ولا إيه؟ لحد دلوقتي لسه ما حددتش يا بنات والله. لحد دلوقتي ما حددتش ايه اللي هيحصل. بس اللي فيه الخير يقدمه ربنا، نقوله بس كده، اللي فيه الخير يقدمه ربنا ان شاء الله. اهي طبعا انا هخرمها ليه كده، علشان لما احطها في الفرن ما تعلاش وتبقى زي الكيكه، لان هي البيتزا ما تبقاش عاليه، بتبقى علوها 1 من 1 ل1.5 سنتي. اهي. ايه رايكم؟ تقولوا لي ايه رايكم كده في الاكله الحلوه النهارده اللي انا وفرتها لاهل بيتي، خليتهمش دفعوا حاجه خالص ولا جابوا حاجه من بره خالص. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه اهي. اقعد انا ايه كده بشكشكه كده بالايه، بالشوكه. طبعا انا قبليها كده كنت قعدت وقطعت الزيتون اللي انا عاملاه في البيت، طلعت منه البذر خالص. طبعا انا ما بقدرش اقف مده طويله، رحت قعدت كده على راحتي كده على الكرسي، وجبت الطبق وجبت الزيتون وايه، وطلعت الزيتون من البذر اللي هو الزيتون الاسود اللي انا عاملاه في البيت. طبعا انا كمان ضربت اللي هو شوية الصلصة دول، بحبة توم بودرة وبصل بودرة وكمان يا ستي حطيت حاجة اللي هي زي يعني كده، مش فاكرة والله بنات، بس مش فاكرة اسمه. آه المهم، ورحت ايه مسحة بيها الايه ال- ال- العجينة دي كلها اللي هي البيتزا، مسحاها كلها. طبعا بتبقى طعم روعة روعة روعة، جميلة جدا. وهجيب ايه اللي كمان، عارفة يا بنات، لو انت عندك بصل وتقطعيه جنوان مدور دواير، فلفل برضو دواير، طماطم برضو دواير، وتحيقيهم وتحطيهم. يعني لما اجي احط، انا دلوقتي هحط العصاق بتاع الفراخ ده، ماشي. وهحط الجبنة الموتزاريلا، واحط الزيتون. لكن لو انت عندك فلفل وطماطم وبصل اخضر، ممكن تحطيهم برضو على الوش. بس بصراحة أنا دورت اليوم ده على فلفل أخضر، عندي ما لقيتش. وقلت كده كده كمان إن إحنا هنتعشوا بيها مش غدا، فمش لازم كمان طعم البصل. وأنا عندي كمان محطة فيها صلصة طماطم، قلت إيه يا بت يبقى كفاية اللي هي الإيه، بصراحة العصاج مع الجبنة الموتزاريلا مع الزيتون الأسود. بصراحة كان جميل جدا جدا جدا. ولما تحطيه حطيه في الفرن على الشبكة، ما تحطوهوش على على العين على طول،
علشان دي رقيقة وخفيفة، لو حطيتيها على العين هتتحرق، لاني انا بصراحة غلطت وفي واحدة حطيتها على الصاج على طول فاتلسوعت مني شوية. هقول لك الصراحة، احنا قلنا احنا قناة صراحة ما فيهاش اي كده، فانا انصحك ما تحطهوش غير على ايه، على حطيه على الشبكة. شايفين انا بقى حطيت دلوقتي الجبنة الموتزاريلا، كان فيه شوية في كيس، حطيت في صينية واحدة. هفتح الصينية الكيس التاني، لان انا قلت لكم كان عندي شوية موجودين في كيس، فبعدت جبت شوية صلصة وجبنة موتزاريلا، يعني كل الطلبات في البيت ما فيش غير الصلصة والجبنة الموتزاريلا. طبعا الجبنة الموتزاريلا اللي فتحتها ده كيس صغير، وخليت منه شوية برضو لايه للجبنة الموتزاريلا اللي في الصبح اللي هاخدها معايا الحبايبي. انا بحبكم كلكم، ويلا كده يا ريت كده تنوروني وتقولي ناكلوا مع بعض بيتزا، اعمل لكم اجمل بيتزا. انا شافوها حبايبي قالوا لي بيتزتك جميله وخفيفه وحلوه مش تخينه. مش واحده هتقول لي ايه رايها بقى؟ يلا كده اتعبي كده واكتبي لي كده تعليق حلو. اهدي ايه رايكم؟ اهي الصينيه البيتزا دي، دي بتاعت بالليل متهيألي، دي اللي انا بوريها لكم دي بتاعت بالليل، اللي هما الاتنين بالليل اهو. دول ايه رأيكم؟ يلا كده ايه، ما احنا لسه ما استوتش، احنا هنحط فيها ايه؟ هنحط فيها الزيتون، هرص فيها الزيتون، لان انا رحت قعدت شوية كده، قعدت على الكنبة وقطعت الزيتون عشان ما اقدرش اقف مدة طويلة. يلا كده اللي داخل على القناة جديد واول مرة ينورني كده يحط لي لايك حلو كده، واللي دخل اول مرة كده يدوس على زرار الجرس الاحمر كده ويحوله الى زرار اسود كده كلمة ايه الكل، كلمة ايه الكل، وكده تعليق حلو يقول له ايه رأيك. والله العظيم يا بنات الزيتون اللي بحطه ده انا والله العظيم مخليله في البيت، والله والله. هحاول ان شاء الله احط لكم اللينك بتاع الزيتون الاسود في صندوق الوصف ان شاء الله. اهو شايفين، قعدت قطعتهم وطلعت منه البذر. كان معايا زمان يعني حاجة كده تفرغ الزيتون من البذر، اول ما اجي اخلله افرغهم من البذر خالص يعني. بس والله ما عرفش مين استخدمه في مرة واتكسر، كنت جايباه من اسكندرية من محطة الرمل. كانت هي بتاع دي بتاع التوم، يعني تهرس التوم، وفي اخر اليد كانت استخراج لايه لبذر الزيتون، بصراحة كانت جميلة جدا. كده انا دي بوريكم الفيديو اللي هو ايه في اللي هي بتاع الصبح ده، فما وريتكمش بتاع بالليل لان ابني جه يتعشى وقال لي جعان بسرعة حطيلي، فانا حطيت له بصراحة، قلت ما يجراش حاجة، انا عندي واحدة الصبح هعملها ابقى اوريهم ازاي انا ايه قطعتها، فقلت اقطعها واقدمها لكم قدامكم. فهي يعني لما جيناش الصبح يبقى بتاعت، يبقى كان وريت لكمش بتاعت العشاء، يبقى وريت لكم اللي راح بيها ايه الكنترول. بصراحة بتبقى ايام الكنترول ايام هنا ومتعة بصراحة، كفاية التجميع والحب والمحبة بيننا وبين بعضينا وحبايبنا يا بنات، بصراحة بتبقى ايه يعني جميلة جدا جدا بصراحة. ايه رأيكم؟ شايفين الحلاوة اهي، بصراحة طلعت روعة وانا كنت جعانة وايه طلعت كده وايه شايفين الجمال اهي، روعة. يا رب أكون عند حسن ظنكم وتكونوا راضيين على فيديوهاتي، وأكون عند حسن ظنكم. صح أنا بتأخر شوية، بتحصل ظروف، الحالة النفسية بتبقى متضايقة، ما يبقاش فيه مشاهدات، ما فيش اشتراكات، فبعد ساعات بتخنق، بس والله برجع واتوحشكم انتوا، لان انتوا بحسكم قريبين جدا جدا مني، وبحب ان كنتوا ايه ما تبعدوش، انا ما بعدش عنكم.
فمعلش لو بعدت شوية حاولوا انكم انتوا ما تبعدونيش عنكم بسؤالكم عني، برأية الفيديوهات بتاعتي، ومشاهدة الفيديوهات كلها دي بتخليني ان انا بابا قريبة. يعني عارفين لما واحدة بتعلق وتقول لي فينك يا ابله انتصار، او الفيديو ده بتاعك جميل، او انا استفدت منه، انا مش عارفه ايه. بصراحة حتى لو واحدة او اتنين يقولوا لي الكلام ده، انا برجع تاني وابص على الفيديوهات، لاني بصراحة الفيديوهات مش بالساهل اعملها. بعد ما بشتغل واروق واعمل، ببص الاقي ايه، كمان بياخد وقت في الايه، في التظبيط، في المونتاج، ده كله. فانا كده بقول لكم كده، يلا ضعوا لي لايك كده. واجمل حاجه فيكم الحب والحنان، وان انا قريبه منكم وانتوا قريبين مني، وما يحرمنيش منكم ولا من مشاهداتكم ابدا. رجاء رجاء تضعوا لايك كده. واللي داخل على القناه جديد يا ريت يدوس على زرار الجرس وينورني، ويقول لي ايه رايه في فيديوهات. واللي بيتابعني يقول لي بيتابعني من فين، محتاجه يقول لي بيتابعني من فين، عشان أعرف إن هل فيديوهاتي وصلت للعالم، لسوريا، لمصر، للسعودية. ومن هنا القناة أنا بحب إيه، أعزي أهل سوريا وأهل تركيا، وربنا يرحمهم ويغفر لهم يا رب. يا رب حاجة النبي يكونوا في جنة الخلد، لكل من كان شهيد في تركيا أو سوريا بسبب الزلزال. حق النبي يا رب يغفر لهم ويرحمهم. ايه رأيكم بقى في الفيديوهات دي بتاعتي والبيتزا الحلوة دي؟ يا رب. احب اقول لكم السلام عليكم، واستودعتكم عند الله لا يضيع الودائع.